كنت 21 دخلت اعمل كوبايه شاي بقيت 27 سنه. فتره العشرينات هي فتره اكتشاف الذات، وكانك بتتعرفي على نفسك من اول وجديد وبتكتشفي المستخبي فيكي وبتعدي حرفيا في لمح البصر. طب ايه ممكن بقى يتعمل في فتره العشرينات؟ بلاش نستعجل على الجواز وشيل المسؤوليه بدري، في حاجات كتير انت لسه محتاجه تكتشفيها وتعرفيها هتفيدك بعدين في فكره الجواز وفي تفكيرك عموما. مثلا انك تسافري وتكتشفي البلد اللي انت عايشه فيها، او تسافري لغرض الدراسه او الفسحه في دوله ثانيه. في منظمات كتير بتقدم مساعدات في الموضوع ده بالذات. تتعلمي لغه جديده ايا كانت هي ايه، تنمي موهبه عندك، ولو مش عارفه تحددي موهبه معينه جربي كذا حاجه الاول لحد ما تلاقي نفسك في هوايه او موهبه فيه. اتعلمي اساسيات البقاء زي الطبيخ، الغسيل، المكوى، التنظيف، ودي حاجه اساسيه سواء كنت ولد او بنت. اهتمي بصحتك وبلاش فاست فود كتير، وحاولي تلعبي رياضه من 2 ل 3 في الاسبوع، حتى لو هتتمشي بس بعد كده هتبقى عاده بالنسبه لك. وسعي دايره علاقاتك بعيدا عن الصحاب والعيله، وبلاش تخسري حد. عودي نفسك تقري حتى لو 5 صفحات بس كل يوم. اتعودي تخصصي وقت تقضيه مع عيلتك. جربي تستثمري وتدخلي في مشاريع حتى لو كانت صغيره وبسيطه، وعادي جربي وافشلي واكيد فيهم مره هتظبط. ده هينمي عندك فكره المخاطره والاستثمار. لو عندكم اي افكار تانية تتعمل في فتره العشرينات اكتبوها لي في التعليقات، واللي اتخطوا فتره العشرينات يقولوا لي لو رجع بيهم الزمن كانوا هيعملوا ايه.